أريد أن أوجه لأمتي الإسلامية كلمة تجتاز بها محنة التي نعيش فيها. فإني أرى أن الأمة الإسلامية الآن هي التي جرأت خصومنا على إهانتنا، ولو أنها عرفت فينا حمية تقف أمام هذا الزور والبهتان لما اجترأت على ذلك. ده صحيح. وأحب أن أستتيب أمتنا وأستتيب أمة الإسلام في كل الأخطار أن ترجع إلى أحضان ربها إن أرادت أن ينصرها الله، لأن الله قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإن رأينا جند الإسلام قد انهزم في أي معركة فاعلموا أن شرط الجندية قد اختل شرط الجندية في أحد ورسول الله بينهم، ومع ذلك نالهم ما نالهم من هزيمة. لم يشفع لهم في تخلف قانون الجندية عندهم أن رسول الله بينهم، ولم يؤذى رسول الله في معركة مثل ما أوذي في أحد. فلو أنهم انتصروا كما نحب لهان أمر رسول الله عليهم، ولكنهم أدبوا لأن الله لا يمكن أن يخذلنا ونحن معه، وإن جندنا لهم الغالبون. فأنا أريد من أمة الإسلام أن تعيد تاريخها الماضي، وأريد منها أن تكون عندها رجولة إيمانية فتقول: يا رب إننا جانبناك في الماضي، والآن نعاهدك أن نستقبل الإسلام كما تحب أن يستقبل به.